شهد الله فاضل طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنة بفيروس كورونا اليوم. سيمينار لحماية الآثار في صنعاء. نجح معظم عمليات الناسور في مندفرة. مقتل 15 جنديا في بوركينا فاسو جراء انفجار عبوتين ناسفتين. انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها. وأردوغان يشارك في تدشين أكبر سفينة تنقيب في المتوسط. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطنة من فيلاجو والدقيح بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 9 من مرضى وباء كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,128. شفي منهم 9,941 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 84 من مرضى الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 10 من أغسطس 2022. عقد قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي سيمينارا للسكان والعمال في مدينة صنعاء للتعريف بوسائل حماية الآثار والمواقع الأثرية. وقدم خبراء الآثار في الإقليم شرحا حول الموارد الأثرية في الإقليم الجنوبي وأهمية الآثار والمواقع الأثرية ومستوى حماية الآثار والمخاطر الأساسية وأساليب حماية الآثار والمحتوى العام للتراث غير المادي. وذكر الخبراء بأن مديرية صنعاء تضم الكثير من الآثار المكتشفة وغير المكتشفة مثل بلوكلة وأنبيتو ومطر، وأن الإنسان في المنطقة يقوم بتدمير الآثار لجهله بأهميتها إلى جانب الأضرار التي تلحق بها بسبب العوامل الطبيعية كالتعرض للشمس والأمطار والرياح. وأكد المشاركون في السمينار أهمية التوضيح المقدم، منادين بضرورة تعريف سكان الريف بأهمية الآثار والعمل على حراسة المواقع الأثرية. ودعا المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهيم يوهنس في ختام السمينار دعا السكان لحراسة الآثار والمواقع الأثرية التي سيتم التنقيب عنها. قال أخصائي النساء والولادة الدكتور هبتة هيلة ملكوت بأن 99.9% من العمليات المعقدة التي أجريت ل 1700 امرأة مصابة بالناسور في مركز الناسور بمستشفى مندفر المرجعي كانت ناجحة. جاء ذلك في الزيارة التي قام بها أعضاء جمعية الإريتريين المقيمين في العاصمة اللبنانية، وقدم توضيحا حول أسباب وعلاج مرض الناسور وكيفية الحذر منه. وقدم الزوار في الزيارة التي جرت في 9 من أغسطس غسالتين آليتين ومواد استهلاكية وملابس بقيمة أكثر من 120 ألف نقفة. وأوضح منسق الزيارة السيد ميكائيل تسوماريان بأن أعضاء الجمعية كانوا يقيمون في بيروت في مختلف الأوقات ويتواجدون حاليا في إريتريا وبلدان المهجر، وأن الدعم الذي قدموه يعكس إعجابهم وتقديرهم بالمهام المنفذة. وأشاد المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الدكتور يوناس كفلماريان بالمبادرة، وقال أن مثل هذه الزيارة ترفع من معنويات المريضات وسرعة العلاج. وتفقد الزوار الرعاية المقدمة لمريضات الناسور وأقاموا حفل ترفيهي للمريضات ومن يقومون برعايتهن. وذكرت الزائرتان القادمتان من أوروبا يوردانوس تخلي وفيفن براخي بأن الزيارة مكنتهما من التعرف على مصاعب مرض الناسور وسيساهمنا مستقبلا في علاج هذا المرض حسب القدرات الممكنة. يقوم الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية بمديريتي الدخالة ومعاني بأنشطة تنموية فاعلة جنبا إلى جنب مع هطول الأمطار الغزيرة. وأفاد خبير التشجير والحياة البرية في الدخالة السيد تخلة مريم هيلي قيام الطلاب من 7 من يوليو بأنشطة بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية وإعداد الحفر وتشجيرها، ويشمل العمل لإصلاح مساقط مياه السد سممو وصيانة طريق الدخوتيو إندا قرقيس الذي جرفته السيول. وأوضح خبير حماية التربة والمياه في المديرية السيد داوود كفلوم ومسؤول الزراعة السيد تاديوس ميكائيل فيما يعينه بأن الطلاب يعملون في بناء المدرجات والحواجز المائية وإصلاح الطرق المنجرفة والتشجير.
أفادت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم فرع إقليم شمال البحر الأحمر خلال الاجتماع التقييمي الذي عقدته يوم 9 من أغسطس استمرار الجهود لزيادة أعداد المتبرعين الطوعيين بالدم لتنمية محتوى بنك الدم. وأوضح فرع الجمعية بأنه ينشط في مديريات مصوع ونقفة وفعبت وقندع وشعب وفرو وقلعلو، إلا أن التبرع بالدم يجري فقط في مصوع وقندع ونقفة وفعبت. وذكر رئيس فرع الجمعية في الإقليم السيد أحمد جعفر بأن أولويات برامجهم هي تكثيف التوعية لتوسيع التبرع بالدم المقتصر حاليا على المدن والبلدات. من جانبه أوضح مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفازيون تطور التبرع الطوعي بالدم، مؤكدا على التعاون مع الجمعية لإنجاح أنشطتها. وقدم المشاركون آراء تمثلت في العمل لزيادة التبرع الطوعي بالدم تماشيا مع ظروف الأعضاء في مصوع ودفع الأعضاء للحصول على مستحقات العضوية. وأشار المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة شمال البحر الأحمر السيد أمين كتما إلى الجهود المرضية التي تقوم بها الجمعية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قالت هيئة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو في بيان أن 15 جنديا قتلوا في هجوم بواسطة عبوتين ناسفتين نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات متطرفة في شمال بوركينا فاسو. ووقع الهجوم الذي نفذ بعبوتين محليتي الصنع على محور بورزونغا دجيبو في منطقة وسط الشمال. وأضاف المصدر أن حصيلة التفجيرين هو مقتل 15 جنديا وجرح واحد. وأشارت هيئة الأركان إلى أن الهجوم نفذ خلال مهمة مرافقة بقيادة وحدة عسكرية من فوج السلاح المشترك 14. وبحسب الجيش أرسلت تعزيزات على الفور إلى مكان الحادث لضمان إجلاء الضحايا، كما أن العمليات الأمنية الجارية حاليا في المنطقة. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة انخفضت بنسبة 40% تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وأوضحت الوكالة أن الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي انخفضت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا في منتصف يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى خلال نحو 40 عاما. وتصدر روسيا غازها الطبيعي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عبر 3 خطوط أنابيب رئيسية تمثل نحو 16 مليار قدم مكعب يوميا من سعة خطوط أنابيب التصدير بحسب بيانات عملاق النفط الروسي غازبروم. وتبنى الاتحاد الأوروبي في يونيو السابق حظرا تدريجيا على النفط الروسي، متوقعا وقف واردات النفط الخام عن طريق السفن في غضون 6 أشهر. تتأهب سفينة التنقيب التركية الأكبر عبد الحميد خان للإبحار من أجل التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط بعد مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبرها رمزا لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة. وقال أردوغان خلال الاحتفال بإطلاق السفينة في ميناء طاش أوجو بولاية مرسين بأن تركيا تخطط لوضع الغاز الطبيعي الذي تعمل على استخراجه من الآبار العشر بالبحر الأسود في خدمة مواطنيها عام 2023. وبهذا الإعلان تستأنف تركيا تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بعد توقف دام عامين. في الخبر الأخير، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52.7 مليار دولار لقطاع إنتاج الرقائق وأشباه المواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز الجهود من أجل جعل البلاد أكثر قدرة على منافسة الصين في قطاع العلوم والتكنولوجيا. وقال بايدن في كلمة له قبل التوقيع على القانون أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن 21. ووقع بايدن على قانون الرقائق بحضور رؤساء تنفيذيين لشركات بارزة بما في ذلك مايكرون وإنتل ولوكهيد مارتن وإتش بي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع السيارات وقادة نقابيين. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. سيمينار لحماية الآثار في صنعاء. نجاح معظم عمليات الناسور في مندفرة.
مقتل 15 جنديا في بوركينا فاسو جراء انفجار عبوتين هزفتين. انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك في تدشين أكبر سفينة تنقيب في المتوسط. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.